مساء الخير. عايز أوضح نقطة مهمة جدا، وهي الدوخة أو عدم الاتزان أو طمين الأذن اللي ممكن يحصل بسبب مشكلة خشونة الفقرات العنقية. الفقرات العنقية لما بيحصل فيها خشونة وبيبقى معاها أعراض زي تنميل أو حرقان أو شكشكة نازلة على الدراعين وبيوصل لغاية الكفين، ممكن يحصل معاها عدم اتزان أو دوخة بتحصل مع حركة الرقبة المفاجئة، أو لما باجي أرفع الرقبة لفوق، حرك راسي كده لفوق او حرك الرقبه يمين وشمال بطريقه مفاجئه او في الطريقه العاديه حسب درجه الضغط. يعني لما بيحصل خشونه في الفقرات العنقيه في شريان اسمه الشريان الفقاري. الشريان الفقاري ده من ضمن الشرايين اللي بتغذي المخ، بيعدي جوه حلقات داخل الفقرات العنقيه. لما بيبقى فيه خشونه وتغيير في شكل الفقره بسبب الخشونه، دي عمليه انتكاسيه مع الزمن او مع العمر، يعني بتضغط الشريان الفقاري ده فبيقل الغذاء بتاع المخ، الدورة الدموية بتاعت المخ بتتأثر، فبالتالي كمية الدم اللي بتوصل للمخ بتقل. بيحصل ان اللي بيبدأ الموضوع بصداع نصفي، بنحس ان في صداع ماسك المخ وممكن ينزل على العين، وممكن يبقى معاه احساس بان الغثيان او القيء نفسه. المشكلة ان الشريان الفقاري ده لما بينضغط فبيأثر على الوظائف بتاعة المخ. احنا ما بنبقاش مدركين ان ده سببه مين؟ الرقبه. فبالتالي بنزور دكتور امراض عصبيه او بنزور دكتور انف واذن لما بيبقى معاه طنين في الاذن، وفي نفس الوقت بيطلب لك الفحوصات اللي محتاجها عشان الطنين، بتلاقي ان كل حاجه سليمه، يعمل لك رسم سمع واتزان وغيره، بتلاقي ان كل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت يقول لك خلاص بقى انت هتزور ايه؟ دكتور امراض عمود فقري. خشونه الفقرات العنقيه ممكن تضغط الشريان الفقاري اللي معدي جوه الحلقات ده، وفي نفس الوقت تاثر على الغذاء اللي رايح المخ. طيب خلينا في خشونة وخلي في تشنج عضلات، والعضلات بقت ضغط على الشريان الفقاري، وفي نفس الوقت خلاص المخ بدأ الغذاء اللي يروح له يتأثر. بيبقى العلاج في حاجة زي كده بنبدأ بالعلاج التحفظي، العلاج الطبيعي والعلاج الدوائي. العلاج الدوائي عشان يوقف الخشونة ويحجمها انها ما تزيدش، والعلاج الطبيعي عشان يحسن العضلات ويخلي العضلات دي فيها استطالة ويمنع التشنج اللي فيها او الشد العضلي اللي موجود وضغط على الشريان. وفي اوقات بننصح ان هو يلبس رقبه صلبه بحيث تفك الضغط خالص عن الشريان وتخلي المريض ما يجهدش العضلات، فبالتالي يقلل الضغط اللي على الشريان. دي حاجه بسيطه خالص احنا ممكن نبقى متجاهلينها او مش واخدين بالنا منها، وخشونه الرقبه هي السبب، وتلاقي نفسك بتعاني معاناه رهيبه. لما تيجي تحرك رقبتك بس تلاقي في دوخه، تيجي ترفع راسك لفوق تلاقي في دوخه. حاجه بسيطه خالص تركيزك ممكن يقل بسببها، ان غذاء المخ نفسه قل. انت لازم تزور عليها طبيب امراض العمود الفقري، لانها حاجه بسيطه جدا. اهم حاجه فيها السيطره على الخشونه بحيث الموضوع ما يزيدش، والعلاج الطبيعي هيقلل الضغط اللي على العضلات، فبالتالي هيحرر الشريان من الضغط اللي عليه. والرقبه الصلبه لو تم نصحك بيها البسها. الرقبه الصلبه بتتلبس 16 ساعه في اليوم لمده 10 ايام على الاقل. 16 ساعة في اليوم، يعني بتتقلع وقت النوم والحموم بس، أول ما بتصحى من النوم بتلبسها. وفي أطباء بترجح، في مدرسة أمريكي في أطباء فيهم بيرجحوا إنها تتلبس 23 ساعة تنام بيها. أتمنى لكم جميعا الشفاء في رعاية الله وفي أمان الله.